واش إسبانيا حطت العصا الرويضة للميريكان؟ 15 طائرة عسكرية غادرت قواعد روتا ومورون في جنوب إسبانيا في ظروف غامضة وتوتر دبلوماسي حاد. واش حنا قدام زلزال في العلاقات الدولية ولا غير سحابة صيف عابرة؟ البيانات الملاحية ديال 2 مارس 2026 كتقول بلي كاين تحرك استثنائي لطائرات بوينغ كيسي 135 اللي هي الرئة ديال العمليات الجوية، خرجت من إسبانيا ومشات رامشتاين في ألمانيا. هنا كاين تحليل قانوني عميق. مدريد وبصوت وزير خارجيتها الباريز أكدت بلي القواعد العسكرية وخا فيها تشغيل مشترك راها تحت السيادة الكاملة للدولة الإسبانية. هذا الموقف كيتسمى في القانون الدولي ممارسة السيادة على الإقليم. إسبانيا رفضت تعطي الضوء الأخضر لأي عملية ما كتوافقش مع ميثاق الأمم المتحدة. هذه النقطة بالضبط هي نقطة القوة ديال مدريد، الالتزام بالشرعية الدولية باش تفادى التورط في صراع إقليمي مدمر. نقطة الضعف هنا هي الضغط اللي غيوقع على إسبانيا داخل حلف الناتو، حيث بريطانيا وألمانيا اختاروا مسار مغاير، ولكن إسبانيا قوات الموقف ديالها فاش قالت بلي هذه العمليات وحادية الجانب. من الناحية التقنية خروج الطائرات كيعني بلي ميريكان فقدات نقطة ارتكاز قريبة من المتوسط، وهذا الشيء كيعزز استقلالية القرار السيادي الإسباني في منطقة كتمس حتى المصالح الاستراتيجية ديالنا في المغرب بحكم الجوار والقوانين المنظمة للمجال الجوي. المشهد سينمائي، طائرات ضخمة كتقلع في صمت والتوتر كيتزاد في الممرات الدبلوماسية بين واشنطن ومدريد. الموقف الإسباني كيبين بلي السيادة فوق كل اعتبار حتى لو كان الحليف هو القوة الأولى في العالم. هذا الصراع اللي نايض ضد إيران والأنباء اللي كتروج على استهداف مراكز قيادية خلى العالم كله حابس الأنفاس ديالو. إسبانيا اختارت الحياد النشيط باش تحمي راسها قانونيا وسياسيا من تبعات حرب مازال ما بيناش أو لا ما بينش السقف ديالها. واش في نظركم هذا الموقف الشجاع ديال إسبانيا غادي يخلي دول أخرى في أوروبا تراجع حسابات ديالها، ولا أمريكان غاتلقى طرق أخرى لفرض الأجندة ديالها؟